السلام عليكم ومرحبا بكم في أول فيديو لي على القناة. اليوم حبيت نشارككم جزء من يومي البسيط. راح نحيد التين الشوكي وأطعمة الدجاج في المزرعة. تابعوا معي وخليكم حتى للآخر. صباحكم بربحكم ومية الناعجة في مرحكم. اليوم قررت أنا وبناتي نروحوا نحو التين الشوكي، ولا كيما نقولوا له حنايا جهتنا الكمصارة. ديت بناتي ورحنا نحينا. كان الجو يعني ما شاء الله، البرودة هايلة مع شوية تاع الريح. تين شوكي ما يبغيش الريح، يطير الشوك كامل منه. بصح كانت البلاصة ولا أروع بلاصة يعني، ما شاء الله. دايما نجيب البنات تاعي بنوتاتي ونحو لكم السهرة منا. نحيت شويه رجيله، على باليش واش تقولوا لها نتوما جهتكم. رجيله يعني ننصحكم بها بزاف البنات، مفيده بزاف للصحه، فيها فوائد كبيره، الاطباء كامل ينصحوا بها. نحيت شويه، قلت نديها ونديرها عشاء البنات. كيما راكم تشوفوا ولا غير يعني ما شاء الله، جات هنا مسقيه جايه طريه. هي على بالكم شفت واحده طبيبه قالت شحال مليحه للصحه. نحيتها، مشيت شويه منا، رحت نكمل باش نحي لكم الصارة. كيما على بالكم لازم حكيت شقا عليها على جيه، لازم تعمر بيدون. نحيت كملت باش نعمر البيدون، نحيتها حطيتها في الارض. البنات كانوا يلعبوا من الجهه اللي ملهيه، تخاف عليهم عشوك. آه على بالكم الصراحه هي راهي تعشوك. ونقول لكل مرأة ما تقعديش في الدار برك، لازم تسعاي تشقاي. هذه هي الدنيا، الدنيا طيحة ونوضة، ولازم الوحدة فايت الوحدة تكون تساعد تعاون راجلها. مشي غير القعاد في الدار، القعاد في الدار ما يجيب والو. الواحد يتحرك، هي يقول لك في الحركة بركة. الكمصة لازم تمسحيها مليح مليح من الشوك، تنحيلها كامل الشوك تاعها، تمسحيها تعمريها. هنا ولا غير بنتي الكبيرة سيات نحات حبة، وعطيت لها الفرصة، قلت لها نحي مع تشجيعات أختها الصغيرة، خليتها تنحي. وكيما كنت تشوفوا هاي نحات. السعادة الحقيقية هي لبالكم كل امرأة كل أم نقولها ساندي بناتك، أعطيهم فرصة، شجعيهم، وقفي معاهم، ما وخليهم فايت يخدموا ويديروا يدهم. ما تقوليش برك صغار، خلي يسيو تجربة. هي هذه فترة الطفولة بيبي تعدي فترة ونعيشوها مع أطفالنا، ونلقاو الوقت جاز علينا، نلقاو الذراري كبروا والعمر مضى. الواحد يعيش مع بناته ويستغل الفرص. هنا عمرت البيدون تاعي تاع الكمصارة، وطلعنا رحنا عندي دجاجات مربيتهم، نعطي لهم باش ياكلوا، سرحهم يرعاو شويه بس يظلوا مسجونين. سرحتهم، خرجتهم كامل باش يرعاو برا، ونمد لهم الماكله من بعد. عمرت لهم الماء، ها ما كون سرحناهم. هنا رحت نحيت، كنت غارسة حشيشة الشوربة في رمضان اللي فات. كنت غارسة هنا حوض كبير تاع حشيشة الشوربة. بعد ما كبرت وكيما نقولوا حنايا دارت العسلوج وعمرت زريعة، جيت باش نقطفها نليم الزريعة هذه كامل ونغرسها ان شاء الله رمضان الجاي ان شاء الله إلا عشنا وكنا بخير. ليمتها هكذا نقطفها كامل. لو كان نحكي لكم قصتها هذه حشيشة الشوربة، غرستها هي على كل حال باش نبيعها في رمضان اللي فات، وللاسف ما كتبش ربي. لانه لا غير صبت حنش هنايا، جيت واحد المره ومن بعد صبت حنش هنايا وخفت وما زدتش وليت، ومن بعد راحت كامل زريعه. اليوم قررت نجي كامل نلايم لها الزريعه تاعها، نديها ونطمها نخبيها ان شاء الله الى عشنا وكنا بخير. قبل رمضان الجاي ان شاء الله نعاود نزرعها، نحرث هذه كامل، ننوش هذه الارض ونعاود نغرسها زريعه الى كتب ربي. لايمتها هكذا كيما راكم تشوفوا، لازم نديها، فرشت لها باش ننثرها هكذا كامل، ندقها مليح، ندقها ومن بعد يطيح الحب. كي يطيح الحب ان شاء الله هكذا نديه نصفيه ونغربلو ونعاود نعاود نزرعها المره الجايه ان شاء الله. المرأة لازم تسعى، على بالكم
البنات القعاد في الدار ما يدير والو. هي كل وحده، كل فتاة، كل كل امرأة لازم تسعى، لازم تثابر في هذه الحياة، لازم تكافح من أجل لقمة العيش، من أجل الحياة الكريمة. لازم على بالكم الوحدة كي تخدم تحس روحها حاجة في المجتمع، تحس روحها مفيدة خير من القعاد في الدار. راه ما يجيب والو، راه يجيب غير الاكتئاب والملل. الوحدة كي تكون هكذا تحس روحها منتجة تعمل. هنا بعد ما كملت شوفوا كامل دقيتها ليمتها، صفيتها غربلتها هكذا بدقيتها ليمتها، ومن بعد نكمل نخدمها في الدار. هنايا نعاود نمد الماكلة للدجاج خاطش ما مديت لهمش، دخلت عمرت لهم الماء باش يشربوا، لانه فصل الصيف يسخنوا العطش. اذا عطشوا قادرين يموتوا من الجوع، وانا نجي دائما لهنايا نجي نعطي لهم الماء ونعطي لهم الماكله. هنايا شمخت لهم الخبز، شمخت لهم خبز يابس بالماء وحطيت لهم هنايا فوق هذا الحديده. درك نعاود نليمهم كامل نسجنهم. واني لقيت حبه بيض ندخل الدجاج كامل نسجنه هكذا نديرهم في العشة. عاونوني بناتي حبيباتي، ربي يحفظهم لي إن شاء الله ويحفظ لكم جميع بناتكم إن شاء الله. لينتهم همك الدجاجات هذو كامل صغار مازال ما حبوش يديروا البيض. الآن هوك الزريعة تحشيش الشوربة القصبر بعد ما صفيتها وغربلتها درتها في الباطة وندسها للشتا الجاي إن شاء الله ونغرسها بحول الله. وهذه الكمصة اللي نحيتها معكم، وهذه الرجيلة راني طيبتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.